يا مساء الفل، احلى اخوات ومتابعين في الدنيا. وصفتنا النهارده خطيره جدا حقيقي، ما كنتش متخيله ان الحمص ممكن يطلع منه الوصفه الخطيره دي. حبيت اجربها معاكم. هنعمل النهارده باذن الله بانيه اقتصادي او بانيه صيامي. تمام كده. مبدئيا كده انا جبت الحمص ونقعته لمده يوم كامل، وبعد كده سلقته خالص خالص خالص، خليه مستوي قوي. بعد كده بشطفه طبعا، وبعدين بفرمه في الكبه فرم ناعم قوي. لو الكبه مش شغاله معاكي ماشيه يعني كويس، حط لها نقطتين ميه، معلقتين بس مش اكتر من كده. طيب هنا انا جبت ربع كيلو من الحمص، وجبت كمان 2 بطاطسايه وسط. سلقتهم وبعد كده قشرتهم وهرستهم زي ما انتم شايفين كده بالهراسه. حطيت معلقتين زيت عشان كمان الخليط بتاعها يبقى ناعم. تعالوا نشوف البهارات بتاعتنا. معايا بصل باودر، توم باودر، فلفل اسود، بهارات فراخ او كاري، وبابريكا. ده ايه؟ ده فيجيتار حار او بارد زي ما يعجبك، ده بيتباع كده عند العطار وفي منه باكيت، فاللي يعجبك منه جيبيه. هحط منه 3 معالق. حاولي ما تكتريش الميه وانتي بتفرمي الحمص. زي ما انتم شايفين كده هقلب كويس جدا، الخليط يتكون معايا، هيبقى خليط متماسك. تمام. لو مش متماسك معاكي زودي شويه من الفيجيتار. عايزه اقول لكم ان الحمص يا جماعه فوائده هايله جدا جدا جدا. ادخلي كده على النت وشوفي فوائد الحمص، هتلاقي الفوائد بتاعته بجد رهيبه. المكون ده احنا فعلا ناسينه، مش بنستخدمه كتير يعني في اكلنا عامه، في الاكل المصري مش بنستخدمه كتير. ولكنه فعلا حلو جدا ومغذي قوي. حاجه تانية عايزه اقول لكم ان الكميه دي عملت معايا 2 كيلو من البانيه، عملتهم ب 20 جنيه بس. ب 20 جنيه عملت 2 كيلو من البانيه. حاجه كده يعني فوق الخيال. زي ما انتم شايفين، بصوا المنظر حلو جدا. بانيه بقى ولا ده ايه حاجة تانية؟ زي ما انتم شايفين معايا منظره حلو جدا. لو ما عرفتيش تسويه بايدك زي ما انت شايفة بسويه بالسكينة فيما بعد. تمام، لان طبعا ممكن صوابعنا تعمل علامة فيه. بالسكينة بسويه بيطلع شكله في منتهى الجمال. ممكن تعمليه مدور، ممكن تعمليه كمان ناجتس، اي حاجة. من هنا بقى عايزه اقول لكم حطوا لايك للفيديو، ولو لسه ما عملتيش اشتراك في القناه من فضلك اعملي اشتراك في القناه، واللي اهم من كده تفعلي زر الجرس ده على الكل عشان يوصلك كل حاجه انا انزلها. تمام كده. طيب انا كده اخدت البانيه اللي عملته، لازم يدخل التلاجة يتجمد تجميد كامل، ياخد الوقت اللي ياخده، المهم ان هو يتجمد. اهم حاجه ان انت تكوني عامله الطبقه بتاعته رفيعه، ما تكونش تخينه. تعالوا كده نعمل سائل التغطيه. جبت كوبايه من الدقيق، حطيت عليها كوبايه من الميه، وحطيت عليها نفس البهارات اللي انا استخدمتها في الخلطه بتاعتي. بصل باودر، توم باودر، بابريكا، بهارات فراخ، فلفل اسود، وملح. تمام كده. بنزل بالميه شويه شويه. عايزه الخليط ده يكون زي كده زي الكريب كده، زي عجينه الكريب، اخف منها كمان، يبقى ايه خليط سائل. هوريكم القوام بتاعه دلوقتي. بصوا هنا كوبايه الدقيق اخدت مني كوبايه، من كوبايه لكوبايه وربع. طيب هعمل ايه هنا؟ الكفر الخارجي ده اللي هو اللي بيتباع عند اي عطار، اللي هو الكريسبي او رقائق الذره، يعني على حسب ما بتسموها. هحط عليها معلقتين من الفيجيتار الحار. بس لما تجيبوا الكريسبي ده ادوله ضربه كده بس في المفرمه او في الكبه. تمام، يعني مفرمه اللي بنطحن فيها البهارات او في الكبه، ضربه واحده بس عشان ما يبقاش ناعم قوي. زي ما انتم شايفين كده معايا البانيه طلع من التلاجة من الفريزر متجمد. لازم يكون متجمد تماما عشان اعرف اشتغل بيه. هنزل بيه في السائل اللي احنا عملناه بتاع التغطية، ومنه على الكفر الخارجي بتاعه. طبعا هنا تقدري الكفر ده يكون بقسماط، ممكن يكون فيجيتار، بس ممكن يكون اللي هي الخلطة بتاعت الكنتاكي المقرمشة اللي احنا استخدمناها. عايزة اقول لكم فعلا الوصفة حلوة قوي قوي. طبعا دي بتنفع جدا لاخواننا المسيحيين، بالاخص ان هم صايمين الايام دي. ربنا يقويهم طبعا. فدي وصفة صيامي، في نفس الوقت هي وصفة اقتصادية، لانها فعلا اقتصادية. ب20 جنيه هتعملي كمية كبيرة جدا، تقريبا حوالي 2 كيلو. عايزة اقولك كمان ان الحمص فعلا فعلا مغذي جدا. تقدري كمان بدل الحمص تستخدمي الفاصوليا الناشفة وتعمليها بنفس الطريقة. بصوا الشكل حلو جدا، بسم الله ما شاء الله. جميل قوي، وفعلا فعلا بتدي معاكي كمية كبيرة، وفعلا هو موفر ومغذي في نفس الوقت، والمغذي اهم كمان من الموفر. تمام كده. طيب المهم قوي يا جماعه قبل ما اسويه ان هو يكون متجمد. ما ينفعش ان انا اسويه وهو طري، او هو يعني مش مجمد يعني. تمام، حطيه في الفريزر يتجمد وطلعيه على التسويه مباشره.
ما تنسيش طبعا ان ده مجرد ان هو هياخد تحمير، يعني هياخد لون من بره بس. طبعا كل المكونات اللي جوه دي كلها مستويه، فهي مش محتاجه ان هي تاخد معايا تسويه، ولكن هي بس لمجرد التحمير. هنا جبت معايا كده مقلايه او طاسه فيها زيت سخن، ويكون يعني ايه غزير شويه عشان يغطي معايا قطعه البانيه. ما تنسيش بقى من فضلك، فضلا طبعا وليس امرا، تحطي لايك للفيديو، اشتركي في القناه، اعملي اشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش، وخشي كده خدي جوله في القناه، ادخلي هتلاقي حاجات مفيده جدا هتفيدك. ما تنسوناش بقى من كومنت حلو، بجد بجد كل كومنتاتكم بتفرحني، ربنا يجازي كل واحد خير ساب لي كومنت حلو زيه. عايزه اقول لكم بحبكم جدا، وربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي. زي ما انتم شايفين كده، بصوا هنا احنا طلعناه اهوت خلاص استوى، وحاجه كده وهميه بسم الله ما شاء الله عليه. ادي ده كان الشكل بتاعه، فعلا فعلا ما كنتش متخيله ابدا ان المكون ده الحمص ممكن يطلع معايا الوصفه الخطيره دي.